الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. ما بقي الأرض بإذن ربها تطعم وتسقي وتكبت وتهوي. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين. الله أكبر. ها هي الأرض تستقبل مليارات الناس في تربتها المباركة، ما يزيد عن 5 مليارات من الخلق. ماذا يلحظون أولي الألباب في هذا العدد الضخم؟ 5 مليارات تطعم برزق الله جل وعلا الذي يعلم كل شيء. 5 مليارات تبتش بقدرة الله، 5 مليارات قدم تمشي بقدرة الله. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. والعجيب أن الذي دفع قوافل الأحياء تمشي على هذه الأرض لا يشغله شأن عن شأن، هو في الوقت نفسه هو الذي يأمر المخ فيصدر تعليماته لجهاز عصبي في البدن كله، في الوقت يصدر تعليماته للكلى كي تفرز الأذى وتطرده من البدن. في الوقت نفسه ترى يضيء القمر حول الأرض ويدير الأرض حول الشمس ويجعل الشمس تجري لمستقر لها، يبعثر الفضاء الواسع والملكوت الضخم ألوفا مؤلفة من المجرات التي تسبح بحمد ربها، ما يزيغ فلك عن مساره ولا ينحرف كوكب عن مداره. أن الذي يدبر الأمر عند سدرة المنتهى هو الذي يدبر الأمر في جهاز حظمي أو عصبي لحشرة تزحف على ظهر الأرض أو في قعر البحر. ما أعظم ملكوت الله، لكن المكذبين لا يعلمون. ويل يومئذ للمكذبين. الله أكبر. إننا ننظر إلى عظمة الله وإلى جلاله وإلى فضله وإلى حكمة الله فنشعر بخضوع العبودية والإخلاص من يتوجهون إليه بسرائرهم وبصائرهم إلى ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. بعد هذا الشهر الكريم الذي جعله شهرا مباركا على الأمة الإسلامية، يخافون ربهم، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقد يقول القائل: ذكرت أن الله يطعم كلهم، ومنه سبحانه بصر كل ذي بصيرة وسمع كل ذي سمع. إنك ذكرت الخير لم تذكر أن هناك أفواها جائعة وأمراضا شائعة ومتاعبا كثيرة وآلاما شتى، فلم نسيت ولم ما ذكرت؟ والجواب: الخير من الله سبحانه وإليه، أن الله سبحانه وتعالى أصلح هذه الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وقال للناس: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال للناس: وامضوا حسب تعليماتي تظهر بها أودع الأرض من خيرات، وما أنزل من السماء من بركات، وما يسرت لكم من رحمات. لكن ما تكون عليه الحال حينما نرى أمما لديهم قناطير المقنطرة من الذهب والفضة من الخيرات، إن أبى إلا أن تحتكر لنفسها ما تحب وأن تحرق محاسنها الزائد. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ ماذا تقول الأمم تجند أموالا فبدلا أن تجعلها لتطعم أفواه الجائع تجدها تصنع فيها أسلحة الدمار الشامل. إنها أمم تفسد في الأرض، وهذا الفساد هي مسؤولة عنها ومأخوذ بها، كما قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا.
لعلهم يرجعون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقد يمضي الله للظالم ولكنه إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أولئك الذين يصنعون مثل هذا ويمنعون منه أفواه الجائعة أن الله يراهم ولا يخفى عليه شيء من أمرهم. واليوم نرى نواقص القطر ونرى أنهم يسابون في ذواتهم ويهتز اقتصادهم وما ربك بذلاب للعبيد. فنسأل الله أن يرينا عجائب قدرته في يوم ما كان الفساد ليعلم الدنيا الجماهير قد زاغت عن أمر الله قبل أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الناس ما عرفوا قدر الله، ما عرفوا حق الله وما قدروا الله حق قدره، مشغولون بشهوتهم. أن الله رب نبينا على هذا القرآن وليربي به الناس أجمع إذا عرفوا حق الله عز وجل وقاموا بها أمر الله بهم فإنهم سيسيسون الأرض والحضارات التي أقامها الإسلام حرا وخلقا كريما وصراطا مستقيما. وتوجد الآن مذاهب والفساد قطعت من عمرها سنين عددا ولكنها ما خلق في الأرض إلا أحقادا ولا نشأت بها بين الناس إلا إلحادا وما عاشت ولا تعيش إلا في ظلمات استبداد. أمة الإسلام أما أمة الإسلام فقد جارت عليها بعض أبنائها جئارا ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيوة أي المؤمن آوى الإيمان إلى قلوب المؤمن الراسخة من ربها قامت بأمر ربها عملا في ثقتها واستحكمت بالعروة الوثقى حتى تنتصر إلى آخر الدهر. الله أكبر. أيها المسلمون، لقد انتدبكم في هذه الأمانة الضخم وماذا أنتم فاعلون؟ وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم من دين من حرج. فبالله كم من جسد مزقت في ذات الإله وكم من أبدان نشرت من مناشير وقربت بالمقارير وجرحت أسبوع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد تسابقت السحابة لخدمة هذا الدين وهذه التضحيات واستيلاء النفس على الشهوات فتحوا مشارق الأرض ومغاربها. ثم بعد ذلك هجرت القرآن واستخفت شرائع الإسلام وتبرجت النساء وتحققت مطالب الأعداء وضعفت الغيرة وضعفت السلاء وأكل الربا وتحققت فيهم قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أمة الإسلام اليوم في كرب شديد قد تكالب عليهم الأمم وتداعت عليه الدول وتصدر لأبنائها الشهوات وتبعث حولها الشبهات ولا مخرج للأمة مما هم فيه إلا العودة الصادقة إلى الله جل وعلا. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم. عباد الله، لقد كتب لدينكم البقاء لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله الإسلام وذل يذل الله الكفر. وتمسكوا بدينكم وخذوا بكتابكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر. احذروا يا عباد الله من الانتكاسة بعد الاستقامة ومن الإجلال بعد الإقبال ومن البعد بعد القرب. فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فما أعظم الانتكاسة بعد الطاعة
والبعد بعد القرب، وما أقبح عودة إلى الغفلة بعد الذكر الموعظة. فألقوا الله عباد الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الرشاد. أخي المسلم، نعمة من الله سابغة ورحمة منه واسعة أن تخرج من رمضان مغفورا لك. من سام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فحافظ رحمك الله على تلك النعمة، ولا تبدل نعمة الله كفرا. ختمت القرآن وعشت في ظلال القرآن وذقت حلاوة الإيمان، فهل ستجعل القرآن أنيسك طول العام بتخصيص ورد تقرأها في كل الأيام؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. تخلقت بأخلاق الإسلام في شهر رمضان، وكنت تقول لمن سابك أو شاتمك إني امرؤ سائم، فهل عصمك الصيام؟ لقد بين لك رمضان أن لديك القدرة على الاستقامة. حافظ على حسناتك التي طالما اجتهدت في جمعها وتحصيلها، أن تذهب إلى فلان وفلان بغيبة أو نميمة أو ظلم أو بهتان، فإن ذلك علامة الإفلاس وعمارة الحرمان. وأنت أيها المسلمة المباركة، احترزي الدعاية المذلة والنزاعات الفاجرة والشعارات الزائفة والأصوات الناعقة، فتكونين حطبا لجهنم. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فاتق الله فلا تكوني هدفا للإعلام، فاسجدي واركعي مع الراكعين. احذري من النمس الملعونة صاحبه، فلقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة. اسمعي ما قال الله جل وعلا: وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. احذري أن تكوني من نسيب الشيطان. ولقد فتحت دعاة الرذيلة وخراب الفضيلة في أغواء المرأة بنزاع الحياة بأساليب شيطانية وحيل إبليسية تقشعر لها الأبدان، ويندى له أهل البصائر والإيمان بغية الاختلاط الفتيات والصبيان ما لم يكن بالحسبان ولا يخطر على قلب الإنسان. إن اختلاط النساء بالرجال أصل كل بلية، وهو من أعظم أسباب النزول عقوبة عامة، كما هو أسباب فساد أمور الخاصة والعامة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا. صلوا رحمكم عباد الله، وإن قطعوكم وأحسنوا إليهم وإن أساءوا إليكم، ولا يستوي الحسنة ولا السيئة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلها. استوصوا بالنساء خيرا، ومروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، وخذوا على أيدي السفهاء، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بي الأعداء والحاسدين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر، الله أكبر، ما سعى الأصوات الناس بالتكبير. الله أكبر، ما سعى في الجود وصدق في العهود، وتضاعفت القلوب. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على النبي مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. الله أكبر. أخوة الإسلام، ما أسرع ما تنقضي الليالي والأيام، وما أعجل ما تنصرم الشهور والأعوام. هكذا حال الدنيا سريعة الزوال قريبة المحلال، لا يدوم لها حال ولا يطمئن لها بال. هذه سنة الله في خلقه، أطوار وأطوار تجري بأجل مسمى، لكل أجل كتاب. أيها الإخوة في الله،
ودعنا رمضان وكأنه سيف خيال، ما أعجل من قضت، ما أسرع من انتهى. لله الحمد على ما قضى وأبرم، وله الشكر على ما أعطى وأنعم. إن انتوت صحائفه وقد ربح فيه من ربح. جعلني الله وإياكم من الرابحين، وخسر فيه من خسر. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وذهب منتقلا وولى مرتحلا، ذهب بأعمالكم شاهدا بما أودعتم فيه. يا ترى هل رحل حامدا سني أو ذما للتشريع؟ فمن أحسن فعليه بالتمام، ومن فرط فليختم بالحسنى، فالعمل بالختام. أيها الإخوة في الله، ما أحوجنا إلى واقعنا اليوم نحاسب فيه أنفسنا على واقعنا. هل أدينا على ما أمرنا الله به؟ هل سارعت في الخيرات؟ هل قمت بهذا الشهر حق القيام؟ إن كنت كذلك نحن على خير، وإن كنا غير ذلك فالتوبة التوبة، فإن الله قريب من عباده، والدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر. إنها وصية تضمن بإذن الله جل وعلا علامات الأمة على شتى أنواعها ومختلف مسؤوليتها، تضمن لهم حياة طيبة وعيشة راضية، يحقق للمؤمن حياة سعيدا يبدله في الدنيا والآخرة، يعيش آمنا في سربه، كما قال الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قوة الإسلام، إن الواجب على أبناء الأمة وعيا كاملا والإدراك الشامل بأخطار الأعداء ومخططاتهم. يجب عليهم أن يدركوا وعيا كاملا بمخططات الأعداء في الاستهداف عقائد المسلمين وزعزعة استقرارهم وتهديد مقدساتهم. فكم من أمور غامضة تجري وتخطيط ضخم يدبرها بالخفاء. الله يعلم ما يهوي وعليه يعوي، وللعلمانيين والليبراليين وراء هذا من أعداء الإسلام اليوم يقودون العالم إلى الكوارث ومحن، يريدون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم قلاقل وفتن. فالحذر ثم الحذر. إن العدو إذا كان واضحا الأمة يجب عليه أن تحذر، لكننا عندنا أعداء من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون بيننا، يحملون أفكار أعدائنا ويبثون بين أبنائنا في إعلامهم وصحف وغيرهم، يريدون إبعاد الأمة عن دينها، يريدون أن يجعلوا الأمة تابعة لا متبوعة، أمة مذلولة، إنها أمة لا يعرف شيئا. هؤلاء هم أذناب النفاق الذين حذر الله سبحانه وتعالى منهم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وهم يفسدون في أمتنا. نسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يحفظ المسلمين من شرورهم. أيها المسلمون، إن العيد موعد صلة والتواصل، وعيد المحبة والإحسان، إلى الفقراء والوقوف معهم. إن هذه نعمة عظيمة حقق الله به سبحانه وتعالى على هذه الأمة، يقف فيه الغني بجوار الفقير ليؤدي هذه الصلاة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ المسلمين من كل سوء. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في سوريا والعراق. اللهم أصلح ما بين إخواننا في مصر والصومال. اللهم أصلح فيما بينهم، اهدهم سبل السلام،
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منه حيا فمتعه بسمعه وبصره، ومن كان منه ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر الأموات المسلمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم من كان سببا في جمع هذا المكان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتهم، وأن يجعل القائمين والحراس والذين ينظمون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويسددهم. اللهم جازهم خير الجزاء. وكذلك الحضور نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم وأن يصلح ذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.